يعني ايه ارض اتسحبت تاثر على الفرقه؟ يعني هي كان في فلوس داخله كابتن ابو الدهب لنادي الزمالك. مجلس الاداره ده جاي ليه؟ عشان يوفر لي كده. انت جايب صفقات، ده انت جايب مثلا بتاع 8 9 صفقات. ما يا كابتن يعني انت هو جايب مدير رياضي جديد، جايب مدير فني جديد، فبالتالي انت عارف كل اللي عندك بالظبط يعني كده. لكن انت تقول لي عشان حته ارض اتسحبت مني لا ما مش حته ارض، لا هي مش حته ارض يا يعني مال اللعيبه. هي... يعني انت مثلا هل اللعيبه كانت انتوا حد أيوة وعدها ان مش كل واحد هياخد له كومباوند؟ مش انت عندك موارد ما فيش الكلام ده. مالك كومباوند ومال الكلام ده؟ بس يا كابتن هياخد له فيلا مش لا اصل ده يا ابن اللعيبه يا فاجر. دي موارد للنادي مش موارد لمجلس، دي موارد للنادي يا كابتن. المجلس الاداره جاي يوفر لي. ما انت بتتصرف، ما انت بتتصرف على هذا الاساس يا كابتن. طيب يعني معلش، طب اعتبر الارض دي مش موجوده خالص. لا ما اعتبرها ليه يا كابتن؟ يعني مثلا مش موجوده لو ليه؟ مش يا كابتن اصل انا مش واخد فدان هزرع فيه، مش عارف ايه ده ارض النادي الزمالك يا كابتن. انا سلم على امك. بكلمك دي المبرر والحجج مش في الكوره مع الفرق الكبيره الاهلي والزمالك ما ينفعش. دي مش حجه، ما انا بقول لكن انا عشان اقول الارض انسحبت فالنتائج اتدهورت، لا طبعا، لا لازم تقول. انت حضرتك قلت لو انت سبب. كمدير فني موجود او في الاداره الفنيه في لعيبه ما تلبسش تيشيرت الزمالك.